يا مولي جماعة، ايه رايكم في مولي؟ مولي ما وحشتكمش؟ اعملهم بقى يا لولو. قول لهم ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا في خير. شفتوا القمر بتاعي؟ طيب بصوا يا جماعة، دي البلكونة اللذيذة. اوكي. و البيت لسه يا جماعة والله محتاج ساحر. مش محتاج حد يوضب، ده محتاج ساحر يجي يوضب، مش محتاج حتى ناس بني ادمين يوضبوا. فخليكم معايا، خليكم معايا. صباح الخير او مساء الخير من اي وقت انتوا بتشوفوني فيه يا جماعه. يا جماعه وحشتوني جدا. انا مبسوطه بال16 مشترك اللي بقوا عندي. انا بجد لو عليا اعمل لكم حفله والله. المهم انتوا اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا نفسي والله اعمل لكم يعني روتينات وكده، بس المشكله ان الشقه عندي زي ما انتوا شايفين كده تضرب تقلب تعدل. عندي مشكله في البلاط وعايزه الشقه ما شاء الله بالنسبه لي انا وبنتي، يعني هي كبيره علينا قوي. فزي ما انتوا شايفين البلاط كده مش مظبوط. ف عايزه بصراحه اجيب موكيت، لان حاسه انه برد قوي قوي، الصلاه صعبه قوي يعني في الشتاء متلجه علينا. فربنا يكرم ان شاء الله كده على اول الشهر ابقى راكب موكيت يعني. وبس. هو الموضوع كان جه فجائي، يعني احنا كنا خلاص استقرينا في الشقة التانية، بعدين لقينا ان الشقة دي بتاعت جنب ماما اقرب وكده. و... وفي نفس الوقت يبقى سهل على ماما انها تيجي وسهل عليا ان انا اروح لها. وبينا يعني بروح امشي يعني اخر الشارع، بنروح مشي ونيجي مشي، فخلاص الدنيا تمام. وبس كده. وربنا يسهل بقى افرش الشقة بقى بالطريقة المظبوطة اللي انا نفسي فيها في دماغي على قد ما اقدر، وعشان نبتدي بقى ايه نصور ونعمل روتينات والكلام الذي منه فيه ده. طيب المهم ان انا دخلت لكم كده على اوضه النوم، وقلت بقى ايه نبتدي بقى نرص الهدوم. الغساله بتاعتي كانت بايظه، فاضطريت ان انا اخد شويه هدوم كده واروح اغسلهم عند ماما. فالمهم طبقتهم وايه وجيت هنا فكلمكم بقى. بصوا يا جماعه، المنظم ده جميل قوي، حاطه فيه الغيارات او الفانيلات الحاجات الصغننه بتاعت بنتي. جميل بصراحه، لان الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده بتقع جوه الدولاب. وعايزه اجيب منظمات بصراحه، لان شكل الدولاب مش عاجبني ابدا. ونجيلكوا يا جماعه زي ما بوريكم كده شكلها والله. بصوا ظريف، شوفي حاطه كام قطعه، بس الدنيا تمام يعني. آه نيجي بقى ايه نتكلم في شويه كلام كده. جماعه هي الناس مالها؟ الناس مش سايبه حد في حاله ليه؟ انا بتكلم على يعني مش الناس كلها، انا بتكلم على نوع معين من الناس. آه تحسوا ان هما حاجة بصراحة أنا عانيت منها مؤخرا، إن الناس بتتدخل في حياتي زيادة عن اللزوم. وأكيد ده بيحصل معاكم انتوا كمان. بس اللي هو فكرة إيه، أنا كنت فاكرة قبل كده إن أنا لو ما اتدخلتش في حياة حد فبالتالي محدش هيدخل في حياتي. أنا مش بسأل على حد. مثلا يعني مثلا أنا شفتك قلتلك ازيك عاملة ايه، تمام. ما عدتش أقولك بقى ايه انتي مثلا بتقبضي كام، جوزك شغال فين دلوقتي، شقتكوا دي اشتريتوها بكام، دفعتوا ايجار كام في الشقة اللي انتوا مثلا مأجرينها. ما بسألش الأسئلة الشخصية دي خالص نهائي. ليه؟ لان كل واحد ادرى بظروفه، وبعدين هي حاجه ما تخصنيش، مش هتزودني في حاجه ومش هتنقصني في حاجه، فانا يعني اسالها ليه؟ وممكن احرج الشخص اللي قدامي. يمكن الشخص اللي قدامي والله عنده مشكله في شغله، يمكن ما بياخدش مرتب كويس، يمكن اضطر يشتغل شغلانتين، واحده قايل عليها واحده مش قايل عليها. كتب يمكن كتب كتب البيت اللي اشتراه ده مثلا كتب. اي حاجه، اي حاجه يمكن جايبها بمبلغ عالي قوي مش عايز يقول عشان ما تحسش. يا جماعه في كل حاجه. فيعني احنا بجد ما نحاول ان احنا ما نركزش مع الناس دي، اهم حاجه. فانا افتكرت ان انا لما ما اقولش للناس الاسئله دي، فانا برمي ان انا ايه، ان انا كمان ايه بحمي نفسي ان ما حدش يسالني نفس الاسئله دي، لان انا حياتي مليانه تفاصيل كتير ومليانه خبايا كتير، فمش كل حاجه بحب ان انا اقولها، حفاظا ومراعاه لاي حد ايا كان حد في حياتي، سواء الطرف الاخر، جوزي او ابو بنتي او
او يعني اي حاجه شخصيه ليها علاقه بامي مثلا، ليها علاقه باخواتي، يعني اي حاجه من الحاجات دي. فبصراحه ما بحبش حد يسال الاسئله دي ويتدخل التدخلات الرهيبه دي. بس انا المشكله ان، ودي حاجه برضو اتعلموها، ان انتوا طول ما انتوا بتدوا اجابه تمام، انتوا بتسمحوا للشخص انه يتدخل اكتر، لان الاجابه هتجر سؤال تاني، سؤال يدخل جوه اكتر، في تدخل اكتر، وانت مضطر انك تجاوب، انت بقى مشيتي في السكه فكملي بقى للاخر. فالاحسن يا جماعه ان انتوا تقطعوا. بمعنى ايه؟ ايه اخباركم انت؟ الحمد لله تمام. لا مفيش جديد والله. كده الرد يبقى كده. نقلتوا في مكان جديد؟ الحمد لله. طب والشقه اللي انتوا كنتوا فيها عملتوا؟ ما عملناش فيها حاجه والله، مثلا والله يا جماعه، وتكتفوا بجمله ايه؟ والله يا جماعه اصل انا مش حابب اتدخل في الامور دي، او في شويه حاجات كده بظبطها في حياتي، فمش حابب الصراحه اتكلم في النقطه دي. هوبا دب طخ على طول. انتوا فاهمين؟ ما تسمحوش لحد ان هو يتدخل في اموركم ابدا. وعايزه اقول لكم حاجه، والله 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 يا جماعه، الناس لما بتبقى عندها معلومات زياده عنكم تمام، هم ممكن يأذوكوا بيها بعد كده. بعد كده والله ممكن تحصل مشكلة، تحصل حاجة، تلاقي الشخص بدأ يسرسب الكلام ده، يبتدي يقوله لناس تانية. ممكن الناس التانية دول يكونوا أعدائك أصلا. مش من مصلحتك ان انت يعني ان الناس دي تعرف التفصيلة دي عنك في حياتك. فالدنيا بتبقى مفتحة على بعض، واللي اصحابك النهاردة عدوك بكرة. انتوا مفيش اي حاجة بجد ثابتة. التغير سنة في الكون، كل الناس بتتغير عادي. فانتوا خدوا بالكم من ده. انتوا دايما تقولوا الحاجة اللي انا لو انا عايزة اقولها، او لو الحاجة دي اللي انا قلتها هي مش هتشكل في حياتي اي مشكلة ابدا. انا بقول لكم تمام ان انا خلصت، يعني فرحانة ان انا حطيت حاجتي جوه الدولاب. تمام. لكن ما تقولوش الاسرار اللي فيها خطورة عليكم، او فيها تفصيلة شخصية تسبب لكم دي او اي حاجة في اي قعدة بعد كده مع صحابكم، مع عيلتكم، ايا كان يعني. المهم حبيت بس اقول لكم المعلومة دي. انا فتحت اللابتوب بتاعي عشان بعمل لكم ان شاء الله، ان شاء الله هفاجئكم قريب مفاجأة حلوة قوي قوي ان شاء الله. انا بعمل عليها والله، ده الشغل اللي انا شغالة فيه، وربنا يجعله بالخير. ويا رب ان شاء الله الناس، الحاجة اللي انا هعملها دي الناس كلها تستفيد منها، ويجعله ان شاء الله في ميزان حسناتي بعد كده قدام. اللهم امين امين يا رب. وميزان حسنات امي وابويا برضو، لان هم برضو اللي تعبوا في تربيتي، وهم اللي بنوا شخصيتي، وهم اللي عملوا حاجات كتير. فالحمد لله برضو. ان شاء الله ربنا يجعل كل عمل خير بعمله في ميزان حسناتي، في ميزان حسناتهم هم كمان. اللهم امين يا رب العالمين. قولوا لي بقى البت السكر دي اعمل فيها ايه؟ جماعه انا مش عارفه اعمل فيها ايه بجد. ابوسها؟ اكلها؟ اعمل فيها ايه؟ بعشقها مولي دي، روح قلبي والله والله بجد. والله اقول لكم ايه احلى حاجه في حياتي؟ هي احلى حاجه في حياتي فعلا. هي احلى حاجه في حياتي، هي ونسي، هي عوضي، هي كل حاجه حلوه. ربنا يخليها لي ويخلي لكم اطفالكم. اهتموا بعيالكم يا جماعه، اهتموا بعيالكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا هيسألكم على عيالكم، على تربيتكم ليها، على ان انتوا بتاخدوا بالكم عليهم، ان انتوا بتأكلوهم. اكلوه، مش لازم تأكلوهم واو احسن حاجة، بس اكلوهم اكل يرموه، تحس العيل طالع من تحت ايدك واكل وشبعان ومبسوط، نايم مبسوط مش نايم جعان. على قد ايديكم يعني. تمام. في ناس بتعيش بالجبنه والفول عادي يا واحد جماعه، يعني والله قشطه نفسه تمام. مش يقعد مش كده حاجه يعني ان انتوا تاكلوها يعني يكون حاجه. مظبط بقى البلكونه دي، واسيبكم نفسي بقى احط هنا لها ايه ورد وحاجات مع لان هي ما نفسي. شاء الله كبيره، بس محتاجه شغل. حطيت لها انا المشمع ده عشان ما بقاش ابقى احب ان انا مثلا اقعد في البلكونه وابقى صاحيه من النوم بقى لا مش لابسه طرحه او كده، فببقى عايزه مثلا اشرب شاي او كده بس ما يكونش حد شايفني، فاحس ان انا بره بس في نفس الوقت محدش شايف. فدي بالنسبه لي برضو حلوه قوي. وجماعه اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، وان شاء الله هحاول التزم، لان اليوتيوب يعني قناه يعني التزام، يعني متابعه. والواحد انا عارفه ان الواحد مع الوقت بيخسر ناس، لان هو مش هتابع القناه ليه؟ اصل هي بتنزل فيديو كل 500 سنه، هتابعها ليه؟ وبعدين هي يعني مش لسه الفيديوهات بتاعتي مش يا دوب انا مع نفسي مثلا او معايا بنتي، فلسه برضو مش عامله حاجه جامده قوي. اقصد ان هي ما فيهاش حاجه تشد او كده. فلا انا ان شاء الله هحاول التزم وننزل مع بعض فيديوهات كتير.
واحاول انها تبقى متنوعه عن كده. وعندي خطط والله، بس مشكله ان دماغي محتفظه بكل حاجه رافضه انها تطلع اي حاجه. بس لا ان شاء الله هجتهد واعمل لكم فيديوهات احسن من كده. واشوفكم على خير، مع السلامه يا جماعه. اللايك الشير الكومنت، بلاش شير لايك وكومنت يعني كده اهو. وادخلوا قولوا لي مثلا تمام نزلي فيديوهات، شجعوني، قولوا لي كلمه حلوه يعني، ها اي حاجه. باي باي يا 16 مشترك، الى اللقاء، باي.